حلوه حلوه. انما ما قلتليش ايه نوع البيزنس اللي انت بتشتغل فيه؟ انا شغلي كله بره مصر وفلوسي كمان بره، بس انا ان شاء الله ناوي ارجع مصر، بلدي اولى بيا برضه. بصراحه كل ما بتكلم معاك كل ما بيزيد احترامي ليك. كمان انت ضربي على راسك دخت، وقعت على الارض، اجا مين شالك واخدوك على القصص. مليت انا شخصيا، مليت من هالقصص. انا ما كملتش سيد مناخن، لو سمحت اتركني اكمل. اوكي تفضل كمل. اللي اسرونا مش حسب الله. اشباح نزلت فجأة من السماء، اسروكم وودوكم لعند حزب الله، صح؟ لا مش اشباح، ناجي عطله وجماعته. شفت بعينك. همشي خطفوه اتهاجمونا وسلموهم لحزب الله. اوكي معناتها القصة واضحة كتير. ناجي عطله عمل بدل مع حزب الله، أعطاهم 8 أسرى منشان يحلوا عنهم. أنا اللي بدي أفهمه كيف قدر ناجي عطله وفرقته يدخلوا لجوات إسرائيل ويخطفوا 8 من عنا وياخذوهم معهم. رح أجن، مش داخل براسي. مش مهم، الأهم من هيك يا ترى هلا وين ناجي عطله؟ وين فرقته؟ وين؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك يا توام؟ زهقت يا اخي، انا قاعد طول النهار في الاوضه لوحدي. وانا مش من حق اسهر زيكم؟ بقول لك يا زميكي، اوعى يكون الكبير عرف ان احنا قاعدين هنا. طمن يا اخويا، الباشا لسه ما جاش. الله، يعني انت سايب الامانه فوق لوحدها ونازل هنا يا توامي؟ يعني انا اتحبس جنب الامانه وانتوا قاعدين تهيصوا هنا؟ وبعدين انا سايب زهر جنب الحاجه. ما هو لو الباشا جه لقى زهر معاه هتلاقي عشتنا احنا. ده اكيد، وهو راح فين لحد دلوقتي؟ ده بينام من المغرب. انت انسان عجيب جدا. ايه العجيب اللي فيا؟ حاسه كاني اعرفك من زمان، مع ان احنا ما اتقابلناش غير من 3 ساعات بس. عارف، انا قعدت متجوزه 15 سنه، وطول الوقت ده كنت حاسه ان الراجل اللي انا متجوزاه ده شخص غريب عني. وسبتوا بعض ليه؟ ما تفكرنيش. ظبطتيه مع واحده؟ هو ما فيش غير الجنس والخيانه اللي تخلي الراجل يسقط من نظر الست. امال ايه؟ طلع حرامي، سرق 20 مليون جنيه وخرج بيهم بره مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده كنت عايشة معاه ازاي ده؟ شفت بقى؟ يمكن حصلت له ظروف مثلا. ظروف ايه؟ لا، مفيش أي مبرر للسرقة خالص. وبعدين أنا لما عرفت إنه هو اللي سارق أنا اللي بلغت عنه. لا إله إلا الله. وقبضوا عليه؟ وهم الحرامية بيتقبض عليهم اليومين دول. ربنا يسمع منك يا شيخة. تقول ايه؟ يعني بصي، انت ست ما حصلتيش، وانا سعيد جدا ان انا قابلت واحده زيك. والله انا الاسعد ان انا اتعرفت على راجل اعمال شريف زيك. الو؟ ايوه؟ ايه ده، معقوله؟ امتى حصل الكلام ده؟ جارسون لو سمحت افتح قناه الجزيره بسرعه لو سمحت. ايه حصل ايه؟
سرقوا بنك اليومي في إسرائيل والدنيا مقلوبة. لم تحدد إسرائيل بعد، لم توجه أصابع الاتهام نحو من قاموا بعملية سرقة البنك، وإن كانت تلوح بأن حماس وحزب الله كان لهم أيدي خفية في إتمام العملية. وعلى صعيد آخر، صرح عضو في الكونغرس الأمريكي بأن أمريكا ستساند حليفها الإسرائيلي بضخ أموال لتعويض ما نهب من البنك، والذي يقدر بحوالي 20 ملياراً من الدولارات. 20 مليار؟ 20 مليار ايه؟ 20 مليار ازاي؟ دول عايزين تريلا عشان يشيلوه. 20 مليار؟ 20 مليار ايه؟ لا يا عم ده 20 مليار دول حرامية، والله حرامية. 20 مليار يعني 20 مليار ازاي؟ امال فين الباقي؟ הודיעו על שול הבנק בכל ערוצי הטלוויזיה. يعني بصراحة مرمطوا فينا الأرض، عملوا كل شيء بالدنيا. سرقوا البنك وأخذوا الفلوس ومشوا. ومين؟ واحد بس اسمه ناجي عطلة. مسرحية كوميدية، فارس مش قادر أفهمها. بنعرف الجريمة وبنعرف المجرم ومش قادرين نعمل أي شيء. هلا أنا بقول إنه ناجي عطلة هاد ما كان ممكن يعمل هيك إشي لو ما عنده أعوان. أعوان؟ مين هدول؟ العيال واقفين معاه بالصورة؟ لو هدول من أخي أعوان، يعني قصدي هون في تل أبيب. فهم رافي دافيدوفيتش عطاه السي دي، هو كمان